مرحبا بكم. اليوم غادي نوجد فطائر معمرين بجوج حشوات، وحده ديال الدجاج وحده ببطاطا. خليكم معايا باش تشوفوا المراحل ديال هاد الوصفه. المقادير اللي غادا نحتاج في العجين هما بساط وكاينين في كل دار. غادي تتبعوا معايا وحده بوحده. غادي ندير اول حاجه معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السنيده، كاس ديال الماء دافي، جوج كيسان ديال الحليب دافيين. كنخلطهم مع بعضياتهم. ممكن تضاعفوا الكميه على حسب العجين اللي بغيتو نتوما، واش بزاف ولا شويه. كنضيف كاس ديال الزيت، كنحرك مزيان باش يندمجوا هاد العناصر مع بعضياتهم. كنزيد عليهم بيض ديال البيض. الصفر خليته للاخر باش ندهن العجينه ديالي قبل ما ندخلها الفران. المهم كتحركوا هاد السوائل مزيان. الا عندكم عجانه ديروها في العجانه حتى كينسجموا هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان مزيان. صافي. وعاده كنزيد عليهم الدقيق على حسب الخليط، يعني كتغربلوه شويه قبل باش ما يتكوروش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. كنخلي انا العجينه مرخوفه واحد شويه باش كيجيني هاد الفطائر يجوني حشاش ورطبين. ما كنبغيش نقصحهم بزاف، يعني زيدوا الدقيق وعينكم ميزانكم. كنزيد شويه ديال الملحه صافي، وكنبقى نحرك مزيان. كنبقى نضيف الدقيق غير بشويه بشويه باش نغلب على هذيك العجينه اللي عندي. صافي. من بعد راكم كتستعملوا ايديكم باش تقدروا تكملوا العجينه كامله. صافي. كنخليها انا شويه مرخوفه كما قلت لكم، وكنغطيها كنخليها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ودابا غادي ندوزو الحشوه. اول حاجه غنبدا بالحشوه رقم 1 ديال البطاطا. غندير شويه ديال الزبده. البصله كنشحرها مزيان معاها. كنكون ديجا سلقت بطاطا وطحنتها ولا كتمعسوها بفرشيطه. كنزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال المقادير البسيطه العاديه، شويه ديال البزار. صافي. وكنشحر هاد البصله مزيان مزيان، خاصها طيب مزيان، تحمر شويه. عاده كنحيدها. كما قلت لكم ديجا انا سلقه بطاطا ومعساها. صافي. كنزيد عليها هذيك البصله ملي كتوجد كما كتشوفوا معايا. صافي. وغنزيد عليها حتى شويه ديال الفرماج. صراحه انا خليت هاد الفرماج بحال هكا حيت تفكرت الطفوله، حيت عارفين البنات كنا كنديروا الضفيرات كنديروا الضفيرات بهاد الفرماج الحمر هذيك المهم كنحركوا مزيان بطاطا مع الفرماج. صافي. وكنخليوها ترتاح باش ندوز معكم الحشوه رقم 2. كنحتاج فيها الدجاج. كنقطعو رقيق كما غادي تشوفوا معايا. في نفس المقله كنديروا زيت الزيتون، وكنديروا البصله كتشحر مزيان مزيان. مهم الحشوات كيبقاو على حسب الاختيار ديالكم. نتوما بغيتو ديروا كفته، ديروا الدجاج، سبانخ، اي حشوه راه كتجي زوينه. كندير شويه ديال الحار، شويه ديال المقادير العاديه.
بزار. انا كنبغي البصله تشحر مزيان مزيان قبل ما نضيف عليها الدجاج باش كتعطي هذيك النسمه ديالها كامله. كاين اللي كيبغي يزيد الدجاج على البصله وهي خضراء، اللي بغيتو. انا المهم كنشحرها مزيان حتى كتطلق هذاك لوغو ديالها، عاده كنضيف عليها الدجاج. صافي دابا كنضيفو الدجاج. الدجاج فاش كيتشحر شويه كنضيف عليه القزبر ومعدنوس مقطعين مزيان وبكميه معقوله، زايده شويه. صافي وكنشحر كل شيء، خاص هذاك الدجاج ينشف من الماء ويتشحر مزيان مزيان. كما كتشوفوا معايا الدجاج ديالي راه وجد، بقات فيه غير ديك الزويته، يعني ما كاينش الماء نهائيا وطاب مزيان. غادي نخليه يبرد باش نضيف عليه الفرماج. العجينه حتى هي خمرات ضاعف الحجم ديالها. صافي كنحل عليها وكنحيد منها هذاك الهواء اللي فيها الداخل. صافي وها هي موجوده عندي. انا اختاريت للتزيين الجنجلان والحبه السوداء وصفر ديال البيض باش ندهن العجين بطبيعه الحال. صافي دابا كنزيد شويه ديال الفرماج على الدجاج اللي عندي باش يكون واجد. صافي الحشوات ديالي هما موجودين دابا، البطاطا حتى هي. صافي وغادي نبداو باش نعمرو العجينه ديالي. غادي نديرو شويه ديال الدقيق لتحت. صافي وكناخذوا على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما ديال الفطائر، واش بغيتوهم كبار ولا صغار، هادشي اختيار ديالكم. بغيتوهم على شكل طولي ولا دايرين، المهم انا غادي نوريكم الطريقه وانتوما ممكن تبدعوا باش ما بغيتو. انا درت الحشوه ديال البطاطا هنايا. كما قلت لكم انا كنفضل العجينه تبقى مرخوفه شويه باش كتجي اسفنجيه وزوينه ورطبه، ومع فيها الحليب راه كتكون زوينه الصراحه. صافي هنا غادي ندير الحشوه ديال الدجاج. غادي نوريهم لكم بجوج ومن بعد راكم كتكملوا العجينه اللي عندكم والحشوه اللي عندكم كامله. صافي كناخذ اللاطه اللي غتدخل الفران، كندهن ورق الطبخ بالزبده غير تفاديا باش ما تحرقش ليا العجينه ديالي ولا شي حاجه. صافي كتبداو تستفوهم بحال هكا وحده بوحده. الصراحه في رمضان الواحد ضروري كيبغي يدير شهيوات، وكل نهار كيتفنن كيبغي ينوع الطابله ويدير شي حاجه جديده وزوينه. فهاد الفطائر حتى هما جدادين وزوينين ولذاذين. دابا غادي ندهنهم بصفر ديال البيض. الا كانت عندكم بانسو غيكون من الاحسن، انا ما عنديش تنشري واحد. صافي كدهنوا كلشي وكتزينوهم بالجنجلان.
كتدخلوهم الفران تقريبا 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. مره كتشوفوهم لان العجينه فيها السكر فدغيا كتحمر من التحت، وكتشعلوا عليهم من الفوق باش تحمروا تاني من الفوق وصافي. وكيكونوا واجدين معاكم بالصحه والراحه. غادي نشوفوا الشكل النهائي دابا ان شاء الله. هادشي اللي زوين في المونتاج، كلشي كيكون ساهل دايز نيشان. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم، زوين ومحمرين وزوينين ولذاذين كيما كتشوفوا. هنا راه باقي نسخن شويه. وهذه ديال الدجاج. الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه ديالي اشتركوا، وشكرا لكم على المشاهده. بسلام عليكم.